موضوع بيحصل مع كل الناس ويمكن بيحصل كل يوم، والناس كلها جابت اخرها منه، والموضوع زاد قوي وبقى اوفر قوي. موضوع ان السواقين بيستغل ان في زحمة ويرفع الاجرة. طب الموضوع ده ما ينفعش خالص، وبيحصل حوارات وخناقات كتيرة بسبب ده. موضوع ان هو يركب ركاب زيادة عن الركاب اللي المفروض تركب في العربية، وبيحصل برضه خناقات وحوارات. الفكرة انت كسواق اجرة، هو انت اصلا يعني مش حر، انت ليك تسعيرة معينة تمشي عليها. ما ينفعش ان انت تاخد زيادة او تركب حد زيادة. ولما حد من الركاب بيشكي بيزعل ويتضايق. طب ما انت اللي بتعمل في نفسك كده، خلي خد حقك وبس. كمان السواقين التانيين بقى اللي هو يقول لك ايه، قدام محجوز او قدام خلاص، وده كله علشان يركب بنته جنبه. وبعدين يعني ايه الكلام ده مثلا؟ انت ايه؟ فيا ريت الثواني اللي زي كده يعني يحترموا نفسهم شويه في طريقه التعامل مع الناس، لان بيحصل مشاكل كتير. وفي ناس بالذات اللي بتركب مواصلات كل يوم او بيسافر من مكان لمكان كل يوم بيعاني من الموضوع ده. ويمكن الزياده تاثر عليه في الراتب اللي بياخده. هو بيكون منظم ان مواصلات كذا، اكل كذا، وهكذا، منظم حياته ماشيه ازاي. فلما بيحصل حاجه زي كده بتاثر عليه. فيا ريت اي حد يلاقي حد زي كده يشتكي، يشتكي فيه فعلا انه يستاهل، علشان بياخد حق مش حقه. سلام.